يا ترى بقى فاكرين ريحة الكيكة اللي كنا بنشمها زمان أيام الطفولة؟ هقول لكم النهاردة على سر الكيكة المصرية اللي كانت جدتي الله يرحمها بتعملها لنا زمان. ولو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. ندخل في الوصفة على طول عشان الوقت. أول حاجة هنجيب الصينية بتاعتنا وندهنها كده بالزيت بالشكل ده عشان تبقى جاهزة على طول. بعد كده بقى هنجيب كوبايتين من الدقيق وهننخلهم كويس جدا، وطبعا كل ما بننخل الدقيق اكتر كل ما الكيك بتبقى هشة اكتر. تيتا الله يرحمها كانت بتقعد تنخله كذا مرة. عايزة اقول لكم ان كوبايتين الدقيق دول حجمهم زي حجم كوباية الشاي العادية اللي هي 250 ملي. هستخدم بقى على الكوبايتين دول باكت من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر، واخلط المكونات دي كلها مع بعض. وكده انا جهزت المكونات الجافة بتاعتي، هخليها طبعا بقى على جنب واروح للمكونات السائلة. هحتاج ل2 عدد من البيض، وطبعا البيض يعني على الاقل لازم تكونوا مطلعينه قبلها بشوية بحوالي تلت ساعة، يعني يكون بدرجة حرارة الغرفة. وطبعا ما تنسوش تزودوا عليها شوية من الفانيليا لان الكيك دي هتبقى بطعم الفانيليا. هنا بقى انا هستخدم الخلاط او الكبة. كمان هزود كوباية من اللبن، لبن بارد عادي. اما بقى بالنسبة للمادة الدهنية فانا هستخدم ربع كوباية من السمنة البقري او البلدي، واحط عليها كوباية الا ربع من الزيت. عايز اقول لكم انهم زمان كانوا بيستخدموا السمنة في الكيك لانها بتدي ريحة مميزة جدا وبتخلي كمان الكيك انعم. كمان هستخدم كوباية كاملة من السكر البودرة، لو مش عندكم ممكن تحطوا سكر عادي. واخلط بقى المكونات دي في الكبة مع بعض كويس جدا او في الخلاط لحد لما الخليط يبقى سائل كده بالشكل ده. طبعا انا نسيت ازود معلقة من الخل لان تيتا زمان الله يرحمها ما كانتش بتحطها، بس انا هحطها دلوقتي علشان الزفارة بتاعة البيض وكمان بتدي هشاشة اكتر. وبعد كده هصب الخليط السائل على الدقيق بالتدريج، لان الخليط السائل لما بنصبه بالتدريج ونقلبه كده في الدقيق بيخلي الدقيق ما يبقاش فيه تكتلات، وكمان بيحافظ على الهواء اللي جوه الكيك وبيخليها انعم وهشة اكتر. وهفضل اخلط فيه كده بالشكل ده لحد ما يبقى عندي خليط ناعم بالطريقة دي. شايفين الخليط بتاعها ناعم ازاي؟ هتحسوا ان قوام الخليط مختلف جدا عن الكيك اللي بالزيت العادية. وطبعا بما اننا جهزنا الصينية بتاعتنا في الاول فهنجيبها ونحط الخليط بتاع الكيك على طول. بصوا هحطه كده واخبطه خبطتين بالراحة خالص. بصوا شايفين فقاعات الهواء؟ وبكده نكون سوينا السطح بتاع الكيك. ما تحطوش فيها بقى اي سباتيول ولا اي حاجة خالص. هاخدها على الفرن واحطها على درجة حرارة 180 في الرف اللي فوق خالص، وبعد تلت ساعة او نص ساعة بالكتير هطلعها كده بالشكل ده. هسيبها بس تبرد 5 أو 10 دقايق وابدا اني اقطعها. عايزه اقول لكم ان انا ما صبرتش 5 دقايق على بعض، يعني ريحتها تجنن، فكرتني بريحه الكيك بتاعت تيتا زمان بالظبط. بصوا هشة جدا وطرية ورقيقة جدا. بصوا كمان الارتفاع بتاعها. كل ده وعملناها ببيضتين بس، وما فيهاش ولا ريحة زفارة ولا اي حاجة. وبالرغم من انها سخنة وهشة جدا لكنها مش بتفرفت. سبحان الله، الناس بتوع زمان دول كانوا بيعملوا الوصفات بطريقة فعلا مظبوطة. عايزة اقول لكم ان الكيك دي مناسبة جدا مع كوباية الشاي في الفطار الصبح، هتفكركم بايام زمان. جربوا بقى الوصفة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.